شوربة إيزوغيلين شوربة تركية أصلها من أشهر مدينة للطبخ في تركيا، غازي عنتب. بنينة، صحية وتقنع، تشبه بزاف لشوربة العدس الأحمر، وتعتمد في تحضيرها على العدس الأحمر، البرغل والرز. فوائدها للصحة عظيمة. دوك شوية نرجعوا لهم بالتفاصيل. لازم لنا حبة بصل متوسطة نقطعوها طرف صغار. زيادة عن ذوقها الرائع، شوربة إيزوغيلين فيها فوائد كبيرة للصحة، جايينها من غنى مكوناتها. دوك نرجعوا لهم. في قدرة كبيرة نحطوا مغرف زيت ونزيدوا لها مغرف زبدة، وندوبوا زبدة في الزيت باش ما تتحرقش وتكحل. وكي تدوب نضيفوا البصل اللي قطعناه. البصل غني بمضادات الأكسدة لي زونتي اوكسيدون اللي يلعبوا دور هام في مكافحة الجذور الحرة اللي تسبب أمراض القلب وبعض أنواع السرطان. وكي نقليوه بهذه الطريقة ونبخروا الماء فيه، تطلع نسبة مضادات الأكسدة المستخرجة. نسكرتو 2 سنات ثوم ونخلطوا مليح الثوم مع البصل ونخليوهم يتقلاو على نار هادية. الثوم مضاد طبيعي للبكتيريا، يعزز جهاز المناعة ويحمي القلب، يساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين عملية الهضم، كما يساهم في تنظيف الجسم من السموم. نضيف كاس عدس حمر، 4 مغارف برغل و2 مغارف روز، نكونوا شللناهم مليح وخليناهم يقطروا. العدس الأحمر بفضل الألياف اللي فيه ينقص نسبة الكوليسترول الضار في الدم LDL ويعدل نسبة السكر. والبرغل معروف لوظيفته الجلاكتوجينية، يعني يساعد في إنتاج الحليب واستهلاكه منصوح جدا للنساء المرضعات. نضيف كاس مرق الدجاج ونخلط مليح المكونات. يستحسن استعمال مرق الدجاج اللي مخدوم في الدار على المكعبات اللي بيعوهم في السوق. من بعد نمرقوا ب6 كيسان ماء سخون، نخلطوا مليح ونخليو المكونات تطيب على نار هادية، وما ننساوش نحركوا مرة على مرة باش ما يلصقولناش في القدرة. كي يطيبوا مليح الباقوليات نحيو القدرة من النار ونبداو نحضروا الصلصة اللي نضيفوها للشوربة. في كاسرونة صغيرة نديروا 2 مغارف زيت ومغرف فرينة ونقليو الفرينة حتى يتبدل لونها. للناس اللي تعاني من مرض السكري تقدروا تستغناو عن الفرينة، أنا حبيت فقط نشارككم الوصفة الأصلية تاع شوربة إيزوغيلين. نزيدوا 2 مغارف طماطم مركزة ونخلطوا مليح. من الأحسن استعمال 2 حبات طماطم في مكان الطماطم المركزة. نمرقوا الصلصة ب2 كيسان ماء سخون ونحركوا بالخلاط اليدوي باش ما يتشكلوش الكتل. زيادة عن الطعم اللي راح تعطيه، الطماطم رايحة تزود شوربة إيزوغيلين بالليكوبان اللي هو واحد من أقوى مضادات الأكسدة في الجسم، والدراسات تثبت أنه حليف في مكافحة سرطان الثدي عند المرأة. كي تثقل الصلصة نتبلو بمغرف قهوة نعناع يابس، نص مغرف قهوة فلفل أحمر ونص مغرف قهوة فلفل كحل. نخلطوا مليح كل مكونات الصلصة ونروحوا نزيدوها في القدرة تاع الباقوليات اللي طابوا. شوربة إيزوغيلين اللي تحصلنا عليها غنية جدا بالمعادن، أهمها البوتاسيوم اللي يعدل ضغط الدم، الفوسفور ممتاز للعظام، والمغنيسيوم اللي يساعد ضد تشنج العضلات، وغنية كذلك بفيتامينات الفرع B، النياسين اللي تساعد في وظيفة الجهاز العصبي، وحمض الفوليك اللي يلعب دور أساسي في انقسام الخلايا. نزيدوا الملح حسب الذوق، وإذا جاتكم الشوربة خاطرة زيدوا لها شوية ماء سخون. شوربة إيزوغيلين تشبه بزاف لشوربة العدس الأحمر وفي نفس الوقت أغنى منها. إذا عجبتكم شوربة العدس الأحمر التركية ننصحكم تجربوا شوربة إيزوغيلين، وقولوا لي في قسم التعليقات ملاحظاتكم.